تعالي اقولك على 3 حاجات ما ينفعش تستغنى عنهم في مطبخك وانت بتجهزي. لو انت عروسه بتجهزي او ام بتجهز بنتها، لازم تجيبي الحاجات دي، هتشرف بنوتك وهتسهل عليها حاجات كتير قوي في المطبخ. وهما السرفيس الاستانلس، وده بيكون طقم 3 حتت، وكمان العجان الاستانلس، والسرفيس بتاع تقديم الفته. عندي هنا السرفيس على شكل بيضاوي، وطبعا هو بيكون 3 قطع، في منه مربع، يعني في منه الشكل المربع، وفي منه الشكل البيضاوي. انا حبيت الشكل ده لانه هو سيرفيس بس، لكن الشكل المربع ممكن تستخدميه في التقديم، تقديم المأكولات في العزومات، وكمان في تقديم المشروبات. فما حبيتش شكله، فانا جبت البيضاوي ده. رايق جدا وسيمبل كده، ما فيهوش شغل كتير مع الحرف، يعني مش هيشيل اي اتربه ولا حاجه، وغسيله هيكون سهل. وطبعا ده المقاس التاني فيه، اول مقاس انتوا شفتوه دلوقتي، وتاني مقاس اللي موجود معايا اهو. واهم حاجه يكون بيلمع كده وفي لمعه من فوق من على سطح السرفيس، ومن القاع بتاعه او القعر بتاع السرفيس كده بيكون مط شويه، يعني ما بيلمعش قوي. وطبعا لازم تجيبيه على المغناطيس. وانت بتشتري اي استانلس، سواء كان سيرفيس او عجان او طبق، حتى لو هتجيبي طبق مخلل، فخدي المغناطيس معاكي وجربيه. وطبعا المعالق الفرداني هكذا جربيها. لو الحاجات دي بتلقط ما تجيبيهاش عشان ما تصديش منك. لو ما بتلقطش تعرفي ان هي استانلس بيور، يعني ما فيهاش نسبة من الحديد، مهما تغسلي فيها عمرها ما يعني هتصدي منك او تتأثر بالمية. طبعا كده ده المقاس الاخير. الطقم ده 3 حتت. طبعا التلاتة بيكونوا ب 250 في الوقت اللي انا اشتريت فيهم، يعني انا اشتريتهم ب 250، شارياهم من فتره بصراحه. السرفيس الرابع ده انا كنت جايباه فرداني، انا حبيت اكتر لها الطقم وخليته بدل ما هو 3 قطع بقى 4، لان السرفيس الكبير الاخير ده حلو قوي قوي للعزومات. ممكن تحطي فيه ديك رومي، ممكن تحطي فيه بطايتين، يعني مع شويه خضره كده بيكون استخداماته حلوه. السرفيس الاخير سعره 100 جنيه. وده طبق طقم كده، طبق فتة، طقم لتقديم الفتة. طبعا انتوا عارفين الفتة دايما بنحطها في صواني الفرن في البيوت، يعني في العادي، فبيكون شكلها مش حلو خالص. فالطبق ده حلو قوي، لما شفته فرحت بيه جدا وجبته. بيكون برضو 3 اطباق جوه بعض كده، استانلس على المغناطيس، حلو قوي لتقديم الفتة. طبعا في لو عندك عزومة، لو عندك مثلا عقيقة او مناسبة او في عيد، فحلو قوي. وسعره زي ما قلت لك 250 جنيه برضو. انا كنت شاريهم كلهم في يوم واحد ومن محل واحد، وهقول لك عليه دلوقتي. والعجان ده بيكون 3 قطع برضو. طبعا لما بيكون 3 قطع يعني بيبقى احجامه صغيره، يعني هو المحلات بيقول لك ده طقم 3 حتت. انا ما جبتش بقى الطقم اللي هو بيقول لي ده 3 حتت، هو ما جبتهوش، لا ده انا جبت برضو منه، لانه هو عنده مقاسات مختلفه، فانا نقيت المقاسات اللي انا عاوزاها وجمعت طقم 3 حتت. انتوا فاهمين الفكره؟ انا جبت كده اكبر عجان عنده، وجبت جبت واحد كده يعني جواه، وجبت واحد برضو ايه اصغر من الوسط، يعني جبت واحد كبير وواحد وسط وواحد صغير، لان حسيت ان الطقم الجاهز ما بياخد، يعني اصغر بوله فيه مش هتاخد ايديا، فما حبيتوش خالص. فحبيت اجيب يعني مقاس اوسع، فجمعت انا الطقم ده. بيكون اغلى سنه كده، بس بيكون طبعا افيد بكتير. الطبق ده او العجان ده ممكن ياخد 2 كيلو دقيق او 3 كيلو، لو هتعمل مثلا شويه قراقيش، شويه قرص، يعني حبه عيش كده صغيرين على الطاسه، فهتعجن فيه فحلو قوي. طبعا العجين في الاستانلس حلو قوي عن العجين في البلاستيك، والعجين في الالومنيا خطير جدا، فبلاش تجيبي اصلا الومنيا تعجني فيها نهائيا، يا بلاستيك يا ستانلس. ولو جبنا البلاستيك لازم برضو نجيب الاستانلس، لان الطبق ده هيقعد معاه العمر، يعني وخاصة لو انت جايباه على المغناطيس وهو استانلس صافي. طيب العجان ده الكبير، وطبعا ده الوسط، وخلي بالك من كل مقاس والتاني، انا بدخل ايدي بينهم، يعني جايبه احجام مختلفه. اوعي تروحي تجيبي ال3 قد بعض، هتستخدمهم هتزهق منهم ومش هتقرب لهم تاني، طبعا عشان الحجم بتاعهم هيكون كبير،
فاهم حاجه واحسن حاجه تجيبي احجام متفاوته. يعني الحجم الكبير اهو انا بحط ايدي بين الطبقين او العجانين، بدخل ايديا كده، يعني في فرق في المقاس. وطبعا ده الصغير ده بقى محندق كده، وفي نفس الوقت يعني حلو في الاستخدام. ويعني لو هتعمل فيه مثلا كيكة، تعمل بسبوسة، تعمل فيه اي حلويات، حلو. لو هتتبل فيه فراخ تحطه في التلاجة، هياخد معاها فرخة يعني كبيرة. فبصراحة حلو قوي، ويمكن كمان اكتر من فرخ. طبعا بين كل مقاس ومقاس، وهوريكم اهو، شايفين اهو، ده بين المقاس ده والمقاس اللي بعديه بدخل ايدي، وبين المقاس ده والكبير برضو بدخل ايدي بالشكل ده. فكده عندي الاحجام متفاوتة، وده المطلوب. سعر الطقم ده بعد ما جمعته كده كان سعره برضو 250 جنيه، في نفس برضو كان في نفس اليوم اللي انا اشتريت فيه كل الحاجات اللي معايا النهارده. طيب انا اشتريته بقى منين؟ الحاجات دي يا جماعه انا جايباها من العتبه، في مكانين حلوين قوي في العتبه، اسعارهم حلوه. اول حاجه درب سعيده، هتركبي الاتوبيس وتقولوا نزلني تحت كوبري الموسكي، وانت رايحه كده على جامع البنات، على جامع البنات فهتنزلي شمالك كده على طول هتلاقي درب سعاده. تخش كده في الشارع، في شوارع ومنطقه كبيره كده اسمها درب سعاده، فيها كل حاجه. وعايزه اقول لك اسعارها حلوه قوي، احسن اسعار ممكن تشتري بيها ادوات منزليه في درب سعاده. ويليها على طول حمام التلات، وهو ايه يعني بيفرقهم كده زي شارعين ثلاثه في نفس المكان برضو. هتلاقيه في ظهر رجب العطار. حمام التلات ده برضو مكعب كده صغير فيه كل ادوات العرايس والحاجات المنزليه، خلف رجب العطار. بس اسعارهم بقى غاليه شويه، تمام. فالافضل تروحي درب سعيده. ممكن تروحي حمام التلات، بس تبقي انت سائله على حاجه بره، لو انت ما لقيتيهاش روحي هاتيها بس فصلي فيها، تمام. يبقى احنا كده عندنا العجان الاستانلس، ثلاث عجانات. هاتيهم مقاسهم واسع، واعملي انت 3 على مزاجك كده، ويعني والمقاسات اللي انت عاوزاها، فرقهم حاجات بسيطة مش مشكلة. وطبعا الثلاث سرافيس دول بيكون طقم، انا مزودة سرفيس كبير علشان يبقوا 4 حتت، فيبقوا في عزومة واحدة كده. يعني لو في عزومة كبيرة كده يبقوا حلوين. والله يا جماعة كل مقاس فيهم ليه مميزاته، فبجد هاتيهم، هينفعوها جدا وهينوروا لها المطبخ. لو هتقلب فيهم حلة محشي، الكبير ده ياخد حلة محشي. انتوا فاهمين، انا جبت الكبير علشان المحاشي بقى والحاجات دي، لو هتقلب حلة محشي فيها. عايزه اقول لكم السرافيس مفيش فيها مدور. المدور ده يبقى خلاص بقت اسمها صينيه. فالسرفيس يا مربع يا بيضاوي، وانا قلت لك انا فضلت البيضاوي ليه. وطبعا الطبق بتاع الفته حلو قوي، تحفه تحفه قوي لاستخدامات كتير. ممكن طبعا للفته، للرز، لو انت حابه تحطي كميه رز كده في حاجه كده مفروده، للمحاشي طبعا بانواعها كلها، وتقلبي كده الحله بتاعتك.